ازور الجامعة. انا بقالي من شهر سبتمبر سبحان الله ما نزلتش فيديوهات، ونفسي اروح الجامعة عشان ابص عليها، عشان انا كنت محتاجة اسأل على كذا حاجة، او كنا محتاجين نسأل على اسعار وكده وحاجات لي علاقة بالمجموع، والحمد لله النهاردة هنعمل كده. وده بلس ان انا ما صورتش بقالي 3 شهور. ماشي. طبعا يا جماعة انتوا كلكم متابعيني من زمان، يا رب يعني كل لسه متابعيني ما كنوش زهقتوا فقدتوا الامل فيا. انا يا جماعة بجد بقى بقالي كتير قوي مصورتش، وكل مره بجيب لكم سبب اقول لكم دي بدايه جديده، ده مش عارف ايه، ده مش عارف ايه. والله معاكم حق انكم تزهقوا مني، بس انا هقول لكم المره دي اقنعكم بجد. بس مش مكسوفه اقول بصراحه، بس انا يا جماعه بجد كان عندي مشكله مع اليوتيوب بشكل كبير. معرفش اللي قلت بشكل ايه، لازم تبقى كبيره، لازم تقولي بشكل كبير، ما تقولي كان عندي مشكله كبيره مع اليوتيوب. المهم كان عندي مشكله مع اليوتيوب، ومشكلتي كانت ان انا مش قادره اصور. كنت بصور عادي، كنت بصور لكم فيديوهات كتير بس ما كنتش بنزلها. كنت بحس اللي هو الفيديو ده مش هيبقى حلو، الفيديو ده مش هيعجبكم، حتى لو انتوا شايفين هو هيعجبكم، بس انا كنت بحس اللي هو لا الفيديو ده مش احسن فيديو انا ممكن اعمله. انا محتاجه اعمل فيديو يبقى احسن حاجه عندي ومش عارف ايه وكده، عشان الناس تتبسط وتحبه، ولو ما جابش فيوز هتضايق وكده. ده كان بيحصل، وانا كنت يعني فضلت حبه على كده، وبعد كده قلت انا كده مش هنجح في اي حاجه في حياتي، مش اليوتيوب بس الفكره ان انا كنت بقول لا انا عايزه الفيديو ده يجو فايرال، لا انا عايزه الفيديو ده يبقى مثلا احسن فيديو في الدنيا. ليه يعني؟ خلينا احنا سمول سيركل حلوين كده، ومش لازم نضغط على نفسنا ان احنا يعني نبقى اشهر ناس في الكون يعني. هتلاقوني اخر فيديو نزلته كان ازاي خسيت، وانا بعدها بقول يا ترى ايه الفيديو ده انا ممكن انزله يبقى حلو زي ده او يتشاف زي ده. كنت بقى لو محتاره بقى ازاي بقى اعمل فيديو احلى من ده. طبعا ما نجحتش وما لقيتش اي حاجه ساعتها، وقفت خالص تصوير، وكذا مره حاولت ان انا ارجع وما عرفتش برضو. فصورت في فلوج نيو يير، وعملت فيديو اول مره اسوق، وعملت فيديو اول مره اسوق لوحدي، وعملت بصوا عملت كميه حاجات. المهم ان انا دلوقتي هصور عادي، وان انا مش خايفه من الفيدباك، لان انا عارفه ان يعني ان انتوا موجودين، ان انتوا بتتفرجوا عليا. يا رب يا رب يكون لسه بيتفرجوا عليا. اه جماعه ابديت بقى، انا بقيت بحب عمرو دياب، بقيت بحب كايروكي قوي قوي قوي، بقيت بسمعهم على طول. ورايحه النهارده اكاديميه بحريه علشان نشوف الحاجات الجامعه عامله ازاي وكده، عشان ان شاء الله لو ينفع يعني اعمل ابلكيشن. اعتقد ان ينفع. انا محتاجه البطاقه بتاعتي، خد البطاقه معانا. وجبت الهودي ده من اصيلي. جماعه ماما النهارده متشيكه جدا، لان هي امبارح هقول لكم عملت ايه. بعتت على الفيسبوك كميه جروبات رهيبه، الجامعات مش عارف ايه، اكاديميه بحريه عامله ازاي، اكاديميه ولا اسلسكا مش عارف ايه حاجه كده. ففي واحده من الاكاديميه نفسها، اقول لكم في العربيه استنى. جماعه ماما معترضه على فكره ان الجامعه بره الخمايل، فبتقولي يعني اللي هو بعيد قوي. يعني ايه ربع ساعه في الطريق؟ ربع ساعه بعيد بالنسبه لها. يعني ايه ما تتمشلهاش؟ احنا عايزين جامعه جوه الخمايل. هي عايزه حاجه قدام البيت بالظبط عشان تبقى اللي هو اسهل وكده. يا جماعه كان في عندنا في روضه زايد جنبنا الجامعه الكنديه اللي هي سي اي نور، سي. خلصي بقى وادخليها عشان تتمشي، هي حرفيا ماشي يعني لازق في البيت. كنت بقول لكم بقى يا جماعه ان ماما امبارح كانت على الفيسبوك وتعرفت على ايه دكتوره في حاسبات، دكتوره في الجامعه. فاللي هو هي مظبطه جدا ماما في الحاجات دي، وعماله بقى امبارح كل يوم تسال بقى على الفيسبوك عشان تعرفوا ان انا مش سهله ومش قليله. هو الاكاديميه حلوه ولا لا، هو مش عارف ايه حلوه ولا لا. فوصلنا يعني الاكاديميه كويسه، وان احنا هنروحها دلوقتي. وكنا هنروحها يوم السبت، بس يوم السبت يا جماعه في امتحانات EST، فما كناش هنعرف ندخل، فكان هيبقى خازوق كبير قوي، فاضطرينا ان احنا نروح النهارده اللي هو يوم الخميس. وهناخدكم معانا في جوله يا جماعه، وهنقول لكم كل المعلومات اللي هنعرفها عشان اي حد ان شاء الله كده لما يخلص ثانويه عامه. ايوه صح. لو عايز يقدم او يستفيد. امريكان يا جماعه، احنا هنفك اكتر في الامريكان يعني، او يستفيد من تجربتنا. احنا باين ان احنا في الجنه. بصي النور ابيض كده. طب اسكتي بقى لا نعمل حادثه. انا عايزه ارجع دلوقتي يا جماعه. في محل كوفي فتح على شكل كوفي،
شكلي كوبايه كوفي. دلوقتي يا جماعه احنا في الطريق القرية الذكية اللي مديني شمالها مش المفروض يمين. بصوا يا جماعه ده الصحراوي وهو ابيض خالص. اتكلمي يلا. نور يا جماعة مكسوفة تصور في الجامعة. دلوقتي يا جماعه احنا في الاسانسير عشان طالعين للدكتوره اللي ماما اتعرفت عليها على الفيسبوك. عشان كده نور بتتكلم براحتها عشان محدش عشان ما حدش انا بجد قاعده اتوترت قوي، قلت له انا في الجامعه يا جماعه انا في الجامعه. احنا رايحين دلوقتي الاول الدكتوره بقى تقول لنا نعمل ايه. يلا بينا يا جماعه. انا قعدت اسال على الماركتنج، قعدنا نتكلم عن الماركتنج والبيزنس وكده، وانا خلاص قررت ان شاء الله ماركتنج، مستحيل اي حاجه تانية. وماما برضه قعدت تسال اسئله غريبه كده بس يعني اسئله ايه اللي مش غريبه؟ عارفه بيزنس مش عارف ايه حاجات بس كده. انا اعرف عندي بقى معلومات. محدش مهتم بالمعلومات اللي انت عايزه تعرفيها. دلوقتي بقى المرحله الاقوى، الادميشن يا جماعه، نعرف الفلوس كام. المصاريف. يلا يلا بينا. بينا. جماعة احنا عند الادميشن عشان نعرف الفلوس كام، وماما دلوقتي بتستعد عشان تعرف المبلغ. وبعدها هنخلص ونروح ناكل في اي كافيه في الاكاديمية عشان نجرب احساس ان احنا في الجامعة. ماما برضو ماما هتخش يا جماعة تاخد ماجستير ان شاء الله النهاردة. هي قررت خلاص هي هتاخد ماجستير، انا قررت انا كمان. جماعة انا وماما دلوقتي خلصنا والحمد لله الحمد لله. المصاريف حلوة جدا. مش حلوه جدا يعني حلوه جدا، اصل حلوه جدا دي يعني مثلا 2000 جنيه في السنه ده بالنسبه لي. لا ما هي كتير قوي بس مش قوي يعني، مش اللي هو القوي اللي هنموت لو ما يعني لو دفعناه، فاهمه؟ بص هو حلو هو حلو، احنا مبسوطين جدا سعداء يعني. ماما سعيدة جدا برضو. هو ايه ده؟ اي فلوس هتدفع هبقى مش سعيده ليها. وبس. ودلوقتي احنا رايحين ناكل الاول في كافيه عشان نجرب احساس الجامعه احنا وكده. دلوقتي يا جماعه هنجرب كل الكافيهات اللي حوالينا. كلهم. وهوريكم بقى يا جماعه، اعمل لكم ريفيو الاكل اللي في الجامعه بتاعه اكاديميه عشان اللي عايز يدخلها يعرف ان الاكل حلو. يلا بينا. انا هاجي انا اجيب كميه ريد بول. احنا ناكل من التبعي سندوتشات فول وطعميه. لا بصي ما فرقتش تبعي عن شاورما عن كريب. يعني ايه مش فرقتش؟ لا طب انت عايزه بصوا يا جماعه بصوا عليا في النضارات ماما. النضاره. ها يا مامي شاورما ولا انا مش كريب؟ عايزه حاجه، انا عامله دايت يا حبيبتي. ايوه صح. يبقى شاورما ولا كريب؟ ايه يا ماما؟ طب قولي رايك. ما تاخدي اللي هتاخديه وخلينا نمشي. شاورما ولا كريب؟ اي طب حاجه. احنا هناكل النهارده مكرونه. الله خلاص يبقى كريب يا جماعه عشان ما نشبعش، عشان المكرونه بحبها. بقول لك تاخدي شاورما عشان ممكن ما اطبخش اصلا. لا لا هتطبخي. يلا يا جماعه. يعني بيعجبني في نور يا جماعه انها مهتمه بالتعليم جدا، لدرجه ان اول حاجه فكرت فيها البطاطس بالجبنه اللي في المطعم اللي قدام الكليه. لازم تروحوا الجامعه دي يا جماعه عشان البطاطس بالجبنه اللي عندهم حلوه. هي مش حلوه، هي حلوه قوي. ثانيه واحده يا جماعه اخد بس ثانيه واحده. جبت كريب بالكريسب تشيكن وهندوق دلوقتي. قولي لنا بقى يا نور ايه الميجر اللي انت حابه تدخليه وحابه تدخليه؟ انا نسيت اتكلم في المواضيع دي صحيح. ده كلام فارغ، المهم الكريب والبطاطس. يا جماعه الكريب حلو قوي. بصوا يا جماعه ممكن تتكلمي واحنا ماشيين بقى عشان لا استني خليني عني شويه. الشمس جايه عليا. حلو قوي. مالك يا حبيبتي في ايه؟ اول مره اكل كريب. بصوا يا جماعه انا كنور حابه ان انا ادخل حاجه فيها بيزنس ماشي، فانا احتمال ادخل بيزنس ماركتنج. لو ما دخلتش بيزنس ماركتنج احتمال اخش فيلم اند فيجوال ارتس. بس بص هو مش اكيد يعني، لان انا لسه مش ضامنه 100% لو انا حابه الموضوع ولا لا. الفيلم الفيجوال ارتس ده يا جماعه زي اخراج كده يعني والله حاجه انترستنج جدا. ما قوي، بس انا مش عارفه بقى لو ده هيشغلني يعني. ده هيشغلني زي ما تشتغل ايه في الاخر؟ اصل بيزنس هيشغلني اي حاجه انا عايزاها، في بنك، في شركه، في براند. انما الاخراج وكده ما اظنش ان هي حاجه هتشغلني، الا بقى لو انا جرافيك ديزاينر بقى الحاجات دي ممكن اشتغل في اي حاجه عادي. الاخراج هيشغلك في حاجات ليها علاقه بالاخراج. بالظبط كده. بس الكريب حلو يعني. بصوا بس دي اهم حاجه ان هي تخلص الكريب ده، وانت في الاخر هتتجوزي وتقعدي في البيت. ده انا اموت نفسي يعني بعد كل ده. تخيلي ده انا اموت نفسي وكل الفلوس دي وكل المشاوير دي في الاخر هتجوز في البيت. قصدي اقعد في البيت. اتجوز في بيت. لا يا جماعه ان شاء الله مش هتجوز واقعد في البيت. هتجوز بس مش هقعد في البيت. يعني بصوا 4 سنين كده يا جماعه، كل اللي بيتفرج البنات لازم تشتغل، لازم تشتغلوا. ماشي.
4 سنين كده يا جماعه تلاقوني اعلنت خطوبتي. ايه ده ليه ان شاء الله؟ لا انا طبعا. اتخطبت، وبعدها تلاقوني بعدها بسنه تلاقوني بقى ايه بقول لكم يا جماعه كلكم معزومين على فرحي. كلكم كده وينفع؟ اكيد تعزمي لا. الفانز على فرح. اكيد ينفع، يا رب ينفع. ماشي هتعملي فرح في الاستاد بقى يا جماعه بجد اتفقنا. ماشي كلكم هتيجوا فرحي، وان شاء الله يعني يبقى فرح حلو يعني بعد 30 سنه كده. وهجيب لكم عمرو دياب. بصوا كل واحد يدفع جنيه وهنجيب عمرو دياب طبعا. هنجيب عمرو دياب. احنا هنروح بقى يا جماعه ناخد نادين من المدرسه. من المدرسه. بس كده وصلنا يا جماعه البيت الحمد لله. ودلوقتي ماما بتعمل ابلود لفيديو في نور ونادين. طبعا الفيديو اللي هينزل ده هيبقى بعيد جدا عن الفيديو اللي انا هنزله. انا مش هنزل ده دلوقتي خالص. هتنزله اصلا؟ لا هنزله بس مش دلوقتي، لان انا لسه مصورتش فيديوهات تانية، فعايزه انزلهم مع بعض عشان انتوا ما تزهقوش يا جماعه. انا اسفه. عشان هي خايفه تنزل فيديو وتبطل زي ما بتعمل كل مره. لا والله ده مذاكره كويس. انا عايزه اضمن لهم. يلا انا قلت لا. بس احنا كده يا جماعه روحنا. بصوا راست عامل ازاي. هو مات تقريبا. احنا دلوقتي روحنا. ودي كانت رحله نور مع الجامعه، وهي خلاص خلصت كده واتخرجت وهتبتدي تدور على شغل بقى بعد ما خلصت الكليه. شوفوا لي يا جماعه فرص شغل حلوه قولوا لي. بصوا يا جماعه انا محتاره ما بين بيزنس ماركتنج انا اخش اسمها ايه بقى، فيلم اند فيجوال ارتس اللي هو ايه اخراج. فاقترحوا عليا قولوا لي ايه اللي ينفعني انتوا في حياتي. شايفين نور كده شكلها يدي ايه اكتر؟ يدي بيزنس ماركتنج ولا اخراج. وبس كده يا جماعه ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب ينزل. مش يا رب يكون عجبكم، يا رب ينزل. يا رب ينزل. واشوفكم الفيديو الجاي. باي.